يا مساء الورد. اليوم بسوي معاكم سندوتشات الكودو ولكن بسويها بخبز التورتيلا. نشوف طريقتها مع بعض. أول خطوة عندي أقطع الدجاج إلى مكعبات صغيرة وأحط لهم من الصويا صوص والفلفل الأسود والملح طبعا والبابريكا وصوص السيراتشا إن وجد. في البداية حطيت البصل على القدر وتركته يحمس لغاية ما بدأ يذبل عندي البصل، ونزل عليه الدجاج ونزل عليه الفلفل الأبيض والملح وابدأ أحمسهم إلى غاية ما يبدأ يستوي عندي الدجاج وتنشف مويتها. بعد كده أنزل عليها الفلفل الرومي بس أحركها حركتين، وبعد كده أطفي عليه ويكون عندي الكودو جاهز. بعد كده نبدأ بمرحلة التجميع. أجيب خبز التورتيلا، والأفضل أن أجيب الحجم الكبير ودهنتها بالمايونيز وابدأ أحط عليها من حشوة الدجاج وابدأ أحط عليها الصوصات المفضلة عندي. أنا حطيت الكاتشب، فيكم تحطوا الصوص المفضل اللي عندكم. بعد كده حطيت لها من جبن موتزاريلا وجبن الشرايح وابدأ أطبقها على شكل مربع مثل ما أنتم شايفين بالطريقة هذه. أقفلها من جميع الجهات علشان ما تخرج الصوصات ولا تخرج الجبن اللي معانا، وابدأ احضر الصاجة واحطها على الصاجة، اقمرها من تحت وفوق وتكون معانا جاهزة. اقدمتها مع البطاطس ومع الصوص. هاني وعافية.